مع دخول المدارس كلنا بندور على حاجة سهلة واقتصادية وتكون زي الجاهزة بالظبط. النهاردة هعمل لكم طريقة العيش الفينو سهلة وسريعة واقتصادية ومكونات موجودة في البيت. الطريقة سهلة جدا، تعالى اقول لكم على طريقتها بكل سهولة. تعالوا معايا. اول حاجة هنجيب بولة وهنحط فيها، اول حاجة هنعمل الخميرة الاولانية اللي هتطلع العيش طري جدا، ودي معلومة محدش كتير هيقولها لكم، والمعلومة دي عندنا وبس. اولا هحط كوباية نص كوباية مية دافية، وهحط معلقتين سكر كبار، وهحط كيس خميرة كامل لاني انا هعمل كيلو دقيق. تمام. طب انا هعمل ايه مختلف؟ انا هعمل الخميرة الاولانية، وعاوزه اقول لكم ان الناس بتعملها خفيفه كده وسائله، لا انا هعملها تقيله مش خفيفه. هعملها كاني هعمل عجينه تقيله. العجينه دي هي اللي ادت العيش طعم وطراوه وجمال بجد ممتازه. بتبتدي تقلبي العجينه كويس جدا زي ما انتم شايفين، وصدقوني والله مش هتلاقوا الطريقه دي غير عندي انا وبس. ليه بقى؟ في ناس بتعملها وبتخلي العجينه زي الميه. طب ايه لازمتها؟ ما انا كده كده هخمر الخميره فملهاش لازمه. الطريقه دي بتخلي العجينه بجد بتدي للعيش الفينو طراوه وطعم وريحه، قلبت الشقه كلها والعماره. تعالى اقول لكم تعملوا ايه. زي ما انتم شايفين العجينه تقيله ازاي، زي ما انتم شايفين زي ما انا وريتها لكم العجينه تقيله جدا. انا هسيبها تخمر كاني بخمر العجينه، لازم تعلى يعني اديها من 10 دقايق لربع ساعة، مش كتير، ويمكن اقل من ربع ساعة، هي 10 دقايق بالظبط. تعالوا شوفوا بقى عليت ازاي. بسم الله ما شاء الله، بصوا جمالها، ما خدتش وقت. ودي الاساس بتاع العيش الفينو اللي بيعملوه في الفران بالظبط. عندي نص كوباية زيت، هحط شوية قليلين هنا. هبتدي ان انا احط كيلو الدقيق زي ما انتم شايفين، ورشة الملح، وهبتدي بقى ومعلقه خل. الغطا بتاع الخل هتحطيه كله، يعني هي معلقه صغيره. هتبتدي بقى ان انت اعجني بقى وشدي حيلك في العجن، لان انت محتاجه تعجني في مده طويله عشان تخلي الجوليتين بتاع الدقيق يشتغل. زي ما انتم شايفين عندي كوبايه فيها ميه دافيه، هخليها جنبي، وكمان هخلي ربع كوبايه الزيت اللي اتبقت من نص الكوبايه معايا. هبتدي اعجن بقى كويس جدا، وكل ما العجينه تحتاج ميه هحط لها. يعني معنى كده اني انا مش عامله مقادير للميه، لاني انا عاوزه العجينه بتلزق، فلازم